أهلا بكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. وإحنا داخلين على رمضان ناس كتير بتجهز خطط للقرآن وللصلاة وللعبادات، بس يمكن أهم عبادة بتعدي علينا بسرعة هي الدعاء. يمكن لأننا فاكرينه كلمات، لكن الحقيقة الدعاء علاقة. ليه الدعاء بيبقى أصعب أوقات؟ يمكن لأننا بنحاول نقوله صح، نفتكر إن لازم نقوله بصيغة معينة، كلام فصيح، نحس بإحساس معين، نكون في حالة روحانية مثالية. بس الدعاء مش اختبار بلاغة، الدعاء هو أبسط لحظة صدق. لما تقول يا رب أنا تعبان ده دعاء، لما تقولي مش فاهمة ليه ده بيحصل ده دعاء، لما تسكت ودمعتك تنزل ده دعاء. ليه الدعاء في رمضان مختلف؟ في آية وسط آيات الصيام ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية دي جاية وسط كلام عن الصيام، كأن الرسالة واضحة. رمضان مش بس صبر على الأكل، رمضان قرب للقلب. القلب بيبقى ألين، النفس أهدى، والباب مفتوح أكتر. مش لأن ربنا بيقرب في رمضان، لكن إحنا اللي بنقرب. أوقات كتير بندعي من الخوف، يا رب ما يحصلش، يا رب ما اخسرش. لكن في دعاء أعمق، دعاء الثقة: يا رب اختار لي، يا رب طمن قلبي، يا رب لو ده خير قربه. الدعاء مش بس طلب النتيجة، الدعاء تسليم. ليه ساعات بنحس إن الدعاء مش مستجاب؟ لأننا بطبعنا مستعجلين، محددين شكل الإجابة، أو متخيلين إن الإجابة لازم تبقى زي ما احنا عايزين. لكن أوقات ربنا بيستجيب بإن احنا بنحس بسلام داخلي، بيحمينا من حاجة ما شفناهاش، بتأخير أحسن، أو بعطاء مختلف. مش كل استجابة واضحة، لكن كل دعاء مسموع. خليني أقولك حاجة مهمة قوي: الدعاء بيعمل إيه في النفس؟ بيخفف الحمل، بيخرج القلق، بيخلينا نحس إن احنا مش لوحدنا. الدعاء مش بس طلب، الدعاء مشاركة الوجع. في عالم كله سيطرة وضغط، الدعاء هو لحظة تسليم. إزاي ممكن نستغل الدعاء في الشهر الكريم؟ أول حاجة، اكتب دعواتك، مش بس الحاجات المادية، لكن دعوات زي يا رب ارزقني الطمأنينة، الرضا، الصبر. تاني حاجة، خلي عندك دعوة واحدة أساسية، دعوة عميقة متكررة بتطلعها من القلب كل يوم. تالت حاجة، ادعي في اللحظات الصغيرة، مش لازم وقت مثالي، ممكن وانت بتطبخ، وانت ماشي، قبل النوم، في السجود، وقت الإفطار. خلي الدعاء عادة مش موسم. أوقات كتير كنت بدعي بحاجات معينة واستنى نتيجة واضحة، ولما بتتحققش أحس إن الدعاء ما سمعش، لحد ما فهمت إن في دعوات اتحققت بس مش بالشكل اللي أنا كنت متخيلة. في حاجات ما حصلتش كانت رحمة من ربنا، ومن يومها بقيت أدعي بثقة أكتر وخوف أقل. في أول رمضان اكتب 3 دعوات لقلبك، 3 دعوات لأهلك، 3 دعوات للتغيير الداخلي، ودعوة واحدة كبيرة قوي. حطها بين إيدين ربنا حتى لو حاسس إنها مستحيلة، وافتكر المستحيل عندنا مش مستحيل عند ربنا. يا رب علمنا ندعيك بصدق، من غير تكلف ولا خوف،
ولا استعجال. قربنا منك في رمضان، طمن قلوبنا حتى قبل ما تتحقق الدعوات. اكتب لنا الخير حتى لو مكناش شايفينه. وخليني أختم وأقول، الدعاء مش بس كلمات محفوظة ولا لحظات مثالية، الدعاء علاقة، وكل ما العلاقة تبقى أصدق القلب بيبقى أهدى. كان معكم طمأنينة، مساحة نرجع فيها حتى لو بكلمة واحدة. يا رب.